اللي بيقولوا قيم ومبادئ النادي لا تسمح. طيب هو رمضان ما جاش جنب المبادئ، ما غلطش في مبادئ النادي ولا القيم. رمضان لا عمره اتخانق مع مسؤولين ولا هنهم ولا طلع يتكلم بشكل وحش. رمضان ملوش فيديوهات مصوره مع جماهير المنافسه بيسب الاهلي او بيسب جمهوره. ملوش فيديوهات مصوره بيسب رموز النادي او بيشتموا او بيتطاول عليهم. ففي الاخر ممكن تقول لي بتتكلم كده على امام عاشور يعني؟ لا انا بتكلم بشكل عام. قول لي رمضان مش هيرجع النادي الاهلي مثلا او ما ينفعش يرجع الاهلي لان الجمهور زعلان بسبب اختياره وهيهاجمه، اوافقك. هتقول لي رمضان ما ينفعش يرجع الاهلي لان كبرياء المسؤولين لن يسمح ان هم يفتحوا باب التفاوض معاه تاني بسبب ان هو اختار بيراميدز وقت ما كان قدام الاهلي، اوافقك. تمام. انما هتقول لي قيم ومبادئ النادي لا تسمح، اقول لك لا، انت كده بتناقض نفسك وبتكيل بمكيالين، لان ما ينفعش لما الامور تبقى في صالحي يبقى المرجعيه احتراف بس وتغاضى عن اي حاجه تانية، ونادي بقيم ومبادئ لما الموضوع يبقى عكس رغبتي. الجمهور من حقه انه يشجع اي لعيب ويتغاضى عن ماضيه ويتغاضى عن القيم والمبادئ لمجرد ان اللعيب اختار وجهه يلبس فانيله الاهلي او يلبس فانيله ناديه. انما هتحاول تقحم المبادئ والقيم في الموضوع عشان تدي لرايك وزن اكبر من مبررات وهميه، ده لا اسمه تشجيع ولا اسمه وجهه نظر، ده اسمه تدليس.